قصة النهاردة بعنوان الغرفة 306. في ليلة شتوية بردها يشق العظم، دخل عادل الجبري فندق قديم. كان وشه مخضوض وعيونه مليانة خوف، كأنه حاسس إن حد بيراقبه. راح على الاستقبال وطلب أي أوضة، فادوله الغرفة رقم 306. تاني يوم الصبح عامل الفندق طلع يوصل الفطار، خبط على الباب مفيش رد، خبط تاني برضه مفيش رد. قلق وقرر يفتح الباب بالمفتاح الاحتياطي، بس أول ما فتح صرخ بأعلى صوته من اللي شافه. عادل كان مرمي على السرير، عيونه مفتوحة، ملامحه متجمدة على نظرة رعب. لكن اللي خلى الموقف أغرب هي الجملة اللي كانت مكتوبة بالدم على الحيطة: لقيتني ودلوقتي دورك. المحقق كريم شرف مسك القضية وقعد يراجع كاميرات المراقبة. الحاجة اللي جننته إن عادل دخل الأوضة لوحده ومحدش دخل وراه أو خرج بعدها، بس وهو بيدقق في تسجيل الكاميرات لاحظ حاجة غريبة. الساعة 3:06 الفجر، نور الدور الثالث كله اتطفى ثواني ورجع تاني، وكل حاجة كانت طبيعية إلا إن باب الغرفة رقم 306 كان مفتوح شوية. بدأ كريم يدور في ماضي عادل واكتشف إنه كان بيحقق في قضية قديمة من سنتين، جريمة قتل حصلت في نفس الغرفة 306. ومن هنا بدأ الرعب الحقيقي. كريم قرر يقضي الليلة في نفس الأوضة في نفس التوقيت، 3:06 الفجر. الدنيا كانت هادية بطريقة مرعبة، بس فجأة جسمه أشعر كأن في حد واقف جنبه. فجأة سمع صوت همس ورا ظهره: لقيتني ودلوقتي دورك. اتجمد في مكانه ولف وراه بسرعة، بس مفيش حد. بس قدامه لقى نفسه واقف قدام المراية، بس المشكلة ان المراية كان فيها انعكاس لشخص واقف وراه، شخص ميت وشه وعينه سودة كأنه بيبص جواه. من بعدها الفندق اتقفل للأبد ومحدش قرب من الغرفة 306 تاني. لكن كل اللي عدى قدام الأوضة بعدها كان بيحلف انه سمع صوت همس بيقوله: دورك قرب.